السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، متابعي قناة مزمزكورة، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد هنتكلم عن خلاص ساعات ويتم غلق القيد للقائمة الأفريقية، وخلاص كده النادي الأهلي هيستكمل موسمه أو هيبدأ موسمه حتى يناير، شهر يناير القادم بالقائمة اللي موجودة حاليا مع النادي الأهلي. يعني حتى فكرة إن كولر مش مقتنع باللعيبة المعروضة عليه من الدوري المصري، لو افترضنا إنها فعلا الموضوع ده حقيقة، برضو عمرها ما كانت مبرر لفشل إدارة ملف التعاقدات في الانتقالات الصيفية الحالية من جانب النادي الأهلي. عندك فرصة للتعاقد مع أجنبي خامس فوق السن، وده ما تمش استغلاله لحد هذه اللحظه. خلاص الباب القيد هيتقفل، رغم ان سوق الاجانب مفتوح وقدامك العالم كله حرفيا. ولو انت مش قادر تكمل قائمه الاجانب اصلا ومش قادر تقنع الراجل باي اجنبي واحد يتعاقد معاه، في وقتها انت محتاج تتعاقد مع اي حد يكون او يسد احتياجات المدير الفني. عندك فرصة تتعاقد مع اجانب تحت السن، وده وارد، وتستغل البند ده بدل ما احنا متعاقدين مع 2 من غانا مش فاهمين دورهم ايه من الاساس مع الفريق الاول. لحد دلوقتي ما شفناش حد منهم استغل وخد فرصة. تقدر تستغل بند احتساب اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي وتجيب اي لاعب فلسطيني، ومش هيحتسب من ضمن اللعيبة الاجانب. في لعيبه كتير مصريين بره الدوري المصري، ولعيبه من اصول مصريه زي يوسف ايمن تقدر تتعاقد معاهم وهيضيفوا للفريق برضه. المشكله يا جماعه مش في مارسيل كولر، المشكله دلوقتي مش في اللعيبه حتى اللي موجوده في الدوري مش مقنعين له، لا، لان الحلول كتير جدا جدا، وفي بنود تقدر تستغلها وتستفاد منها كمان وتكمل كل احتياجاتك. لكن المشكلة الحقيقية ان مفيش حد بيتحرك من الاساس، والناس مقتنعين ان الفريق كده جاهز لموسم زي الموسم اللي داخلين عليه ده. هتبقى كارثة كبيرة جدا لما تخش موسم فيه 6 بطولات قارية ما تقدرش حتى تحتفظ على البطولات اللي انت حصلت عليها في الموسم السابق. نادي زي النادي الاهلي بدل ما يدخل بطولة السوبر وكاس العالم للأندية والسوبر المصري وهو مكمل الأجانب بتوعه ومستغل بند الأجانب اللي تحت السن، هندخل ب4 أجانب بس، منهم 2 في قلب الدفاع يا جماعة، وال2 الباقيين في خط الهجوم مستواهم زي الزفت. أنا مش عارف الصراحة إدارة النادي الأهلي بتفكر إزاي في هذا الأمر، وملف التعاقدات في النادي الأهلي بيدار إزاي. يعني احنا اكبر نادي في افريقيا. يعني لو نفتكر كده من سنة بالظبط لما النادي الاهلي كان بيلعب نهائي السوبر الافريقي، الفريق كان متأخر في النتيجة اللي خسرناها 1-0. الفريق كان متأخر في النتيجة. حلول خط الهجوم اللي كانت موجودة على الدكة بره مع مارسيل كولر كانت بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن، وحتى انتوني موديس ما كانش لحقنا تعاقدنا معاه بالعافيه، وحتى لو لحقنا تعاقدنا معاه ما كانش هيلحق الماتش. فاللي في الملعب ما كانش قادر، ولما كولر ما لقاش فايده من اللعيبه اللي موجوده في الملعب قرر انه يخرج محمود كهربا ونزل ياسر ابراهيم ولعب بمحمد عبد المنعم مهاجم. انتوا متخيلين احنا وصلنا لايه؟ وصلنا ان احنا بقينا بنعتمد على لاعب في خط الدفاع انه يلعب راس حربة، علشان ما عندكش لعيبه كفء تلعب في مركز خط الهجوم. يعني عدى سنه كامله ونفس الناس بيكرروا نفس الاخطاء ومحدش بيتعلم من الاخطاء اللي بتحصل. وهتدخل ماتش السوبر الافريقي ب2 مهاجمين بس و4 وينجات، وكل دول ما فيهمش غير وسام ابو علي وحسين الشحات اللي يعتمد عليهم، اما الباقي كله خش وقش. ولو ما كانوش في يومهم، يعني لا قدر الله حسين الشحات ووسام ابو علي لو مش هيكونوا في يومهم في مباراة السوبر، الاهلي هيخسر.
هنطلع بكارثه كبيره جدا جدا. والكارثه الاكبر لو حد فيهم اتعرض للاصابه وقتها خط هجومك هيفقد معظم قوته. السؤال هنا لازم نكرر نفس الغلطه كم مره يا جماعه عشان نتعلم منها. يعني انت تعاقدات النادي الاهلي للموسم الجديد في اهم موسم في تاريخ النادي الاهلي كان يوسف ايمن، يحيى عطية الله، المغربي اشرف داري، وعمر الساعي. دول تعاقدات النادي الاهلي بس اللي اعظم واهم موسم واصعب موسم في تاريخ النادي الاهلي. لكن في المقابل وفي الناحيه الثانيه رحل محمد عبد المنعم لنادي نيس، رحل محمود متولي او تم الاستغناء عنه، علي معلول خارج القائمه للاصابه، كريم فؤاد خارج القائمه للاصابه، اليو ديانج تم اعارته، كريستو راح الصفاقسي رحل، احمد عبد القادر رحل للدوري القطري، موديست انتهاء تعاقده. فاحنا يعني انت تعاقدت مع 4 لعيبه، مشيت 8 من الفريق. المفروض يكون العكس يا كابتن محمود. المفروض النادي الاهلي داخل على موسم تقيل وانت عارف ومتاكد ان لعيبتك ما بتكملش المواسم للاخر. لعيبتك بتيجي في نص الموسم وبتقع منك بسبب ضغط المباريات، كميه ضغط على لعيبه النادي الاهلي سواء في المنتخب، معسكرات المنتخب، او مباريات النادي الاهلي والسفر. يعني لعيبه الاهلي يا جماعه بتسافر اكتر من لعيبه المنتخب.